أهلا بيكم حلقة جديدة من يوث on فاير بودكاست. النهاردة موضوع حلقتنا مختلف شوية، هو ميكس بين علمين: علم التربية وعلم الإدارة وريادة الأعمال. موضوع هيهم شباب كتير، يمكن كتير لما بتكلم مع الشباب والطلبة يقولوا لي طب احنا دور التربية في تكوين شخصيتنا النهاردة. احنا مثلا عندنا مشكلة في شخصيتنا لأن بابانا مامتنا كانوا مثلا بيعاملونا بطريقة فيها قسوة، بطريقة فيها خوف زيادة عن اللزوم. فدايما موضوع التربية ده مش هقول بنعلق عليه المشاكل اللي عندنا دلوقتي، ولكن هو بيبقى سبب رئيسي في بعض المشاكل اللي بتواجهنا كشباب. فالنهاردة موضوعنا هنتكلم على أنواع التربية وتأثيرها على شخصيتنا، وهل الأنواع دي بتقدر تخلينا أو بتطلع شخصية تنفع تكون رائد أعمال أو تشتغل في مجال البيزنس بشكل عام. فالنهاردة احنا معانا دكتورة إيمان الشرقاوي، دكتوراه في التربية جامعة القاهرة. دكتور ازيك؟ منورانا. ميرسي جدا جدا يا دكتور آلاء، وبجد أنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة. احنا أسعد. وأنا بس عايزة أقول حاجة، يعني سايد نوت على جنب كده، يعني أنا ودكتور إيمان عشرة عمر من أيام الطفولة. أكيد أكيد. فالحلقة دي يعني ليها معزة خاصة في قلبي كده لوحدها. وأنا سعيدة جدا جدا إن أنا معاكي النهاردة وخلينا يبقى حوارنا أكتر كده في ودية من إنه هو يبقى رسميات وكده يعني. بالظبط. طيب احنا هنتكلم على دور التربية الوالدية في تكوين الشخصية. تمام. بس التربية الوالدية، الله، هو مش التربية دي بتاعت ما هي بابا وماما اللي بيربوني، ليه واخدين التربية الوالدية بالذات؟ خلينا نتكلم الأول عن التربية. هي عبارة عن كل الأفعال اللي بنتلقاها من الآخر علشان يبقى عندنا شخصية ما. معنى الكلام ده إيه؟ لو جينا بصينا للجملة اللي أنا قلتها دي هنلاقي إنه كل ما نتلقاه من الآخر، ما هو الآخر ده بابا، ماما، إخواتي، أحيانا بيبقى جدي وجدتي وقرايبنا لو الاحتكاك بيهم كبير، المؤسسات المختلفة، المدرسة، الكلية، المسجد، الكنيسة، تمام، الجهات زي الإعلام والتلفزيون، الراديو، النت بقى. النت ده بقى موضوع كبير قوي قوي قوي. فاحنا لما هنيجي نتكلم النهاردة هنتكلم عن الأب والأم، عشان كده احنا بنتكلم عن أساليب التربية الوالدية، يعني ما يخص طريقة بابا وماما بغض النظر عن التانيين. اوكي تمام خلاص. ويمكن دي فعلا اكتر حاجه بتاثر على الشباب، وهي اللي شغله دماغهم. يعني دايما لما يبقى في اي مشكله، انا اصل ماما كانت قافله عليا قوي، اصل بابا هو اللي كان قاسي عليا قوي. فاعتقد انه اختيار موفق جدا ان احنا نتكلم على التربيه الوالديه. طيب دكتور، خلينا الاول نتكلم كده، ايه اساليب بقى التربيه او ايه انواع التربيه الوالديه دي؟ اولا خلينا نتكلم عن نقطه مهمه قوي. التربيه عموما دي جواها أهداف وجواها محتوى وجواها حاجات كتير. احنا هنتكلم عن الأساليب، اللي هو زي ما في البداية اتكلمتي وقلتي انه بابا وماما دلعوني، بابا وماما قاسوا عليا، بابا وماما خافوا عليا زيادة عن اللزوم. ده أسلوبهم اللي هم بيستخدموه. طيب احنا عندنا نقطتين مهمين في البداية لازم نقولهم. أساليب المعاملة الوالدية دي هي واقع، وفي نفس الوقت هي اللي أنا بفهمه. بمعنى أنا ممكن بابا وماما يكونوا بيعاملوني واقع معاملتهم ليا تدليل، دلع. بس أنا مش شايف كده، فلما تيجي تسأليني أقولك لا، بابا وماما حازمين معايا جدا وبيقرصوا عليا في أوقات كتير. إذن أنا شايفها من منظور مختلف عن حقيقتها. أوكي، إدراكي ليها مختلف. بالظبط، إدراكي ليها مختلف. عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم عن الأساليب، وأتمنى نفرد حلقة تانية لتأثير الأساليب دي بقى، وإزاي أنا أدركتها فطلعتني في اتجاه معين. اتجاه مثلا إن أنا بخاف زيادة عن اللزوم من إن أنا أبادر، إن أنا طموحي ما هوش قوي قوي، لأن أعتقد إنه في شغلكم أنتوا حتة إن أنا أبقى مبادر، مش خواف، ريسك تيكر، أخد المخاطرة. بالظبط كده، طموح، كل الحاجات دي تفرق جدا في رائد الأعمال. طبعا. طيب أول حاجة عندنا التربية
الوالديه او اساليب التربيه الوالديه عشان تبقى صح، تمام، وتطلع شخص متوازن، خلاص لازم تكون فيها حاجات معينه. ايه الحاجات دي؟ هما 3 حاجات رئيسيه. اول حاجه عندنا تبقى متزنه. يعني ايه متزنه؟ اي واحد فينا انسان جواه 5 حاجات. ايه ال5 حاجات دول؟ جسمه، عقله، النواحي الروحانيه، النواحي الاجتماعيه، النواحي النفسيه. طيب جسمك هو كل ما يخص جسمك وحواسك، تمام، ده جزء من شخصيتك. عقلك ولغتك ومعارفك والمعلومات اللي عندك كل دي الحاجات اللي تخص العقل، وده برضو بيمثل جزء من شخصيتك. النواحي الروحانية كل حاجة تخص علاقتك بربنا، تمام. النواحي النفسية هي مشاعرك، انفعالاتك بكل ما فيها، خلاص. أما النواحي الاجتماعية هي علاقتك بالآخر. الآخر ده بقى يطلع موظفين عندك، مديرين ليك، ماما وبابا وقرايبك واخواتك، أصدقائك، الجنس الآخر، يعني لو أنت ولد البنات اللي بتتعامل معاهم والعكس صحيح، كل ده. طيب إزاي التربية تقدر توازن بين ال5 دول؟ التربية عشان توازن بين ال5 دول لازم الأب والأم يعملوا إيه؟ أولا أنا دلوقتي جاي بتعامل مع ابني، تيجي مثلا الأم يبقى كل اهتمامها المدرسة، المذاكرة، ذاكرت إيه ما ذاكرتش إيه، في الصيف توديه كورسات، كل الكلام ده. طيب اهتميتي يلعب رياضة؟ لا، مذاكرته أهم. بالظبط. طيب اهتميتي بطبيعة مهاراته الاجتماعية وعلاقاته مع الآخرين؟ مش مهم يتعامل مع الناس إزاي، المهم يبقى شاطر في المدرسة، صح، وهكذا. طب انت كده خلقتي إنسان له عقل جبار، بس ينقصه كل حاجة. ما عندوش ذكاء اجتماعي، ما عندوش ذكاء عاطفي. بالظبط. طيب تيجي أم تانية تقولك أنا أهم حاجة ياكل كويس، يلعب رياضة، يذاكر. ده انت هايلة، 3 هم. طب في حضرتك حاجات ناقصة، في نواحي اجتماعية، في نواحي نفسية، في نواحي روحانية. إذن التربية المتزنة هي اللي تحاول توازن بين كل الأجزاء عشان تطلع شخصية متكاملة. بالظبط. تمام. يبقى دي أول نقطة، التوازن. تاني نقطة عندنا التكامل. التكامل بين إيه؟ إحنا عندنا 6 احتياجات بيحتاجهم الإنسان. أي إنسان في الدنيا بيحتاج 6 حاجات أساسية. إيه هم ال6 دول؟ 1 القبول. أنا مثلا أجي أقول دكتور آلاء، إحنا لسه قايلين إن إحنا عشرة منذ الطفولة. أيوة بالظبط. أنا بحبها لذاتها، بغض النظر عن هي بتعمل إيه، بتشتغل إيه، فاشلة. بالظبط بتشتغل إيه، بتعمل إيه، ناجحة فاشلة، أنا بحبها لذاتها. ده القبول. بالظبط. إذا لازم أقبل أولادي، ما ينفعش أشترط عليهم هحبك لما أجيب درجات، هحبك لما تدخل طب، أيوة، هحبك لما تدخل محاسبة مش إدارة أعمال. بالظبط. الحب الغير مشروط اللي بنسمع دايما كلنا عنه. بالظبط. إذا هنا أنا ما حددلوش هو هينجح في إيه، ما بختارلوش طريقة حياته. ده القبول. أوكي. 2 التقدير بقى هو اللي يخص إن أنا أفرح وأشجع إنجازاته، تمام، وأنقد، مش هقول بقى أعاقب أو أهاجم، لأ، أقيم إخفاقاته. أوكي. يعني لا، يعني أنقد بس، أو مثلا أوجد حل للمشكلة اللي حصلت. بالظبط. مش أنقد للنقد وخلاص. بالظبط. التقويم هنا إن أنا بشوف معاه ده غلط وحصل ليه ونصلحه إزاي. أوكي. تمام. إنما فكرة إن أنا أرفض إخفاقاته أو أهاجم إخفاقاته، اللي هو بقى العقاب اللي هو نظام إيه، أنت غلطت تتعاقب. وأحيانا إحنا بنعاقب أولادنا بدون ما يبقوا فاهمين بيتعاقبوا على إيه ولا ليه. لدرجة إن أحيانا وإحنا كبار كده تقولي للشخص أنت فاكر مثلا حاجة لماما، يقولك أنا فاكر علقة ضربتهاني ماما، مش فاكر كانت ليه، بس فاكر العلقة. صح. تبقى العلقة دي مش مؤثرة. أيوة بالظبط.
ما انت مش عارف الغلطه اصلا بالظبط. ايه اللي العلقه اثرت على علاقتك بمامتك لكن ما اثرتش فيك كتربيه. ايوه بالظبط. فانا يعني هنا عايزه اقول انه التقدير ده مهم، ان انا اشجع النجاحات، عشان احنا برضو عندنا دايما يعني دي يمكن بنسمعها من الولاد ومن الشباب والمراهقين وكده، يقولك ايه، انا ماما كانت لما اعمل حاجه صح تقولي ما ده الطبيعي. أيوة. انت عملت ايه زياده؟ بالظبط. لما اعمل حاجه غلط بقى يتقال لي ايه، وانت تغلط ليه؟ أيوة. انت المفروض ما تغلطش. بالظبط. طب ما حضرتك حطي نفسك مكانه وهو في نفس السن. ما هو نفس حضرتك الخبرة. غلطتي برضو. بالظبط. بالظبط كده. فده التقدير. النقطه اللي بعد كده الاهتمام. ان اشوف يعني ايه ابقى شايفك. ابقى شايفك دي يعني حاسس بيك. لما جاي يوم من الكليه وشكله متغير احس قاعد لوحده كده وساكت مش بطبيعته، احس واساله بلطف، عشان برضه اساله دي بتبقى في ايه اللي حصل. ايوه بالظبط. اكيد عملت مصيبه. ايوه بالظبط. تمام. فالاهتمام ده مهم، ان انا اشوفه واحس بيه. خلاص. طيب شفته وحسيت بيه، تيجي بقى النقطه اللي بعد كده المواساه. ان انا شفتك وحسيت بيك وههتم بمشكلتك بس بما يتناسب مع شخصيتك وطبيعتك انت. ناخد مثال، يعني مثلا احيانا كتير ابني مثلا يرجع زعلان مثلا من الجامعه مثلا، او بنتي مالك في ايه اللي حصل، شكلك متغير. لحد هنا احنا ماشيين حلو اهو في الاهتمام. ايوه. انا اتشكلت مع الدكتور. اتشكلت مع الدكتور ليه؟ اصل بصلي بطريقه كده حسستني بالدونيه. سوري في اللي هقوله، اتنيل على عينك. دونيه ايه؟ انت رايح عشان الناس تبص لك ولا عشان تذاكر وتجتهد؟ هنا مفيش مواساه. بالظبط. ليه؟ لان انا شفت مشكلته من وجهه نظري انا، من وجهه نظر تقديري للمشكله، مش تقديره هو للمشكله. تمام. يبقى لازم هنا احس بيه واطبطب عليه بغض النظر عن اهميه مشكلته بالزبط. بالنسبه لي. كان في دكتور حد بيقول المشاعر لا تناقش. صح. يعني انا زعلان يبقى انا زعلان، ما تقولوش انت زعلان ليه، ما تشوف غيرك. ايوه. دي قاتله يعني. شوف غيرك ظروفهم اسوأ منك وكده، تزعل ليه؟ بالظبط. فهي لا تناقش، انا زعلان يبقى هو زعلان فعلا ولازم اقدر ده. كان برضو في كلمة تانية تصديقا لكلامك، يعني يقولك الأحاسيس اتعملت عشان تتحس. بالظبط. فما ينفعش تقيمها بالعقل. صح. بالظبط كده. صح. النقطة اللي بعد كده الأمان. لازم نطمن ولادنا. الأمان هنا إن هو طول الوقت يحس إنه أنت في ظهره لما هيحتاجك. وكلمة أنت في ظهره لما هيحتاجك أحط تحتيها 10 خطوط. لما يحتاجك. ليه؟ لأن أحيانا بيبقى في ظهره طول الوقت فيبقى حماية زايدة. فتيجي قدام بقى عشان تقولي له ابدأ مشروع لوحدك وانطلق، يبقى خايف بقى. هنا إحساسه بالخوف محجمه لأنه تعود على الحماية الزايدة. لا اوعى تعمل حاجة الفلانية انت ما تقدرش. صح. اوعى تتصرف في الحاجة الفلانية لحسن تفشل. بالظبط. ما يخلوش بقى مخاطر، ما يخلوش ياخد الريسك. بالظبط كده. فهنا الأمان إن أنا أمنه في حدود إنه هو احتاجني، مش بالزبط. في المطلق. مش في المطلق. بالظبط. النقطة اللي بعد كده المسؤولية، ودي برضو أعتقد إنها مهمة جدا بالنسبة لكم عشان الشخص يبقى رائد أعمال. لو أنا ابني من صغره بديله مسؤوليات والمسؤوليات دي بتكبر معاه. يعني كانت أم بتسألني لسه في محاضرة بتقولي وهو ابني اللي عنده 3 سنين إيه المسؤوليات اللي هديها؟ قلت لها اديله مسؤولية إن هو يلم لعبه في البوكس. وقولي له دي مسؤوليتك إنك تلم لعبك في البوكس. مش هيفهم كلمة مسؤولية بس هتفضل تتحفر في ذهنه. لما تتكرر. بالظبط. لما هو عنده 3 سنين هيلم لعبه في البوكس. لما يبقى عنده 10 هيبقى مسؤول عن مذاكرته. لما يبقى عنده 18 هيبقى مسؤول عن اختياراته وهكذا. إذا أنا بخلق منه شخص مسؤول. واعتقد ان دي سمه مهمه جدا عشان رائد الاعمال طبعا. ده لازم يبقى يعني ويعني يقدر يتخذ قرار كمان. بالظبط كده. يقدر يتخذ قرار. طيب اذا التكامل بين ال6 حاجات دول ان انا اوفر لاولادي ال6 حاجات دول هو امر هام جدا عشان تبقى اساليب المعامله الوالديه جيده. تمام. اخر نقطه هنتكلم عنها في اساليب المعامله الوالديه الجيده الاتساق. يعني ايه اتساق؟ يعني التربيه تبقى الأب
والأم على وتيرة واحدة. تمام. يبقوا طول الوقت متفقين على شكل وطبيعة التربية. خلاص. وفي نفس الوقت وهم متفقين يبقوا متفقين على قواعد ثابتة محددة يحققوها بمنتهى المصداقية والثبات. وده اللي بيسموه في التربية الحزم. يعني إيه؟ يعني مثلا ابني غلط وإحنا عندنا متفق عليه في البيت إن ده خطأ، وإن الخطأ ده بيحصل له عقاب مثلا بالشكل الفلاني، ده يتعمل. الجملة اللي أنا قلتها دي كلها تتنفذ. ده صح وبنتكافئ عليه، يبقى صح وهنتكافئ عليه. لا بقى وجهة نظر الأب والأم تتغير مع الحالة النفسية، ولا أصل أنا متخانقة مع باباكو فهطلع الخناقة عليكو، ولا الكلام ده كله. طيب لو أنا ما عملتش الحزم ده يبقى أنا بعمل إيه؟ يبقى أنا بعمل بقى يا تدليل، يا حماية زايدة، يا قسوة، تمام، يا إهمال. طب كل دول لو حصلوا بقى وما حصلش الحاجات الرئيسية اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي التوازن ما بين كل مكونات الشخصية، تمام، التكامل ما بين الاحتياجات النفسية، الاتساق والحزم، هيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل. ودي اعتقد اللي الشباب همه يعرفها، عشان دي اللي بتواجههم فعلا. في نقطتين رئيسيتين نقدر نجمع تحتهم كل المشاكل اللي ممكن تبقى في شخصيتي تعيقني ان انا ابقى شخص بعد كده مسؤول. مش مسؤول بس في سوق العمل لو هو رائد اعمال، لا، ده انا مسؤول عن بيت، مسؤول عن زوجة، مسؤول عن اولاد، لو هو بيشتغل في شركة حتى، او لو هو بيشتغل في شركة. يعني مش بس يمكن رائد اعمال عشان بيبقى ليه سمات مميزة كده لازم تبقى موجودة، ولكن المسؤولية بتشمل كله يعني. بالظبط كده. والنجاح لازم يبقى فيه اتزان، يعني مش تبقى رائد اعمال بس فشلت مثلا في حياتك الاسريه، مش تبقى ناجح في حياتك الاسريه بس تبقى فاشل في شغلك. التوازن مهم. طيب اول حاجه عندنا حاجه اسمها مخططات المعرفيه. يعني ايه المخططات المعرفيه؟ يعني كل الحاجات سواء انفعالات او ذكريات او افكار أو معتقدات موجودة في دماغنا، تمام، وهي اللي بتشكل شكل سلوكنا اللي بيخرج للناس. بالظبط. الله، هي المشاعر والانفعالات والأفكار والمعتقدات هي دي اللي بتيجي من بابا وماما وبتعمل بعد كده شخصية معينة. لأن هم دول اللي هيحركوا سلوكك بعد كده، هيخلوك تسلك بشكل معين. تمام؟ طيب المخططات دي عبارة عن صناديق. أيوة. طيب كلمة صندوق هنا ممكن الشباب يقولك إيه؟ صندوق يبقى بيعقني، ما أنا جوه الصندوق بقى سجن يعني بالظبط. لا، الصندوق بيبقى عامل زي اللايف جاكيت، ليه مكان لإيدينا ورجلينا تخرج منه. طيب الصندوق ده لو هو أدي بالظبط خلاص يبقى أنا هقدر أعيش بيه وهيحميني. بمعنى لو أنا جيت وقلت اللايف جاكيت، لو لبستك لايف جاكيت مقاسك، هتقدر تعوم بيه في المية ولا لأ؟ طب هيحميك ولا لأ وانت عايم؟ طبعا. طب لو لبستولك كبير عنك 10 درجات هيتقلع مني، أو مش هعرف هيعيقني على أيا كان الإعاقة. بالظبط. طب ولو لبستولك أصغر منك 10 درجات برضو هيعيق. هي دي الفكرة بالظبط، إنه المخططات دي لو سليمة وإيجابية هتبقى صناديق مقاسي بتحميني. فالخوف مثلا، الخوف بالظبط، الخوف لو مقاسي، تمام، الصندوق الخوف مقاسي، يبقى أنا هقدر. اتفضلي. يعني الخوف ده حاجة ممكن نشوفها حاجة سلبية جدا. هل الخوف ممكن يكون لو يعني إيه صندوق الخوف مقاسي؟ ممكن فعلا يحميني من حاجة. بالظبط. هديكي مثال بسيط. لو أنا بخاف بالقدر اللي مخليني ما نطش من على حاجة عالية، ما امسكش حاجة سخنة بإيدي، يبقى الخوف بيحميني ولا لأ؟ بيحميني.
يبقى الخوف ممكن يبقى عنصر امان لو كان مناسب. بالظبط. تمام. انما لو جيت مثلا لحد يقول لك ايه، لا 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 انا ما امسكش حاجه سخنه حتى لو بالمساكه، هنا بقى الخوف بقى مش واقعي، بقى مبالغ فيه فبيعيق برضه. او يجي واحد يقول لك يا عم انا ما بخافش من حاجه خالص، شجاعه مفرطه. بالظبط. فبالتالي يقع في مصايب. بالظبط. يبقى هنا يعني زي ما بنقول بالبلدي كده، خير الامور الوسط. برافو عليك، خير الامور الوسط. اذا الصندوق ده لو مقاسي تمام هو هيحركني بالشكل اللي يأمنني من المخاطر بالظبط، وفي نفس الوقت ما يخوفنيش من ما هو لابد من اجتياح. او ان انا اخد يعني زي ما بنقول ايه، اكاتش الاوبورتينيتي، او ان انا في فرصه احاول اقتنصها. بالظبط، اقتنص الفرصه حتى لو الموضوع لسه ايه في غموض، بس في بعض الاحيان تبقى الحاجه مش واضحه بشكل 100%، بس هي الفرصه جت يا تاخدها وتمشي فيها، يا اما لو راحت خلاص مش هتقدر ترجعها تاني. بالظبط كده. تمام. اذا المخططات دي هي عباره زي ما اتفقنا عن السنه دي. طيب المخططات دي ليها انواع رئيسيه. في مخططات تخصني، يعني في معتقدات وافكار وانفعالات في ذهني عن نفسي، عن شخصيتي. وفي مخططات تخص الاخرين، وفي مخططات تخص الاحداث. طيب ناخد مثال المخططات اللي تخصني، صورتي عن نفسي. في واحد يقول لك انا شجاع، انا قوي، انا عندي ثقه في نفسي، انا مقدام. وفي واحد تاني يقول لك يا عم انا فاشل، أيوة. انا ضعيف، انا مش هفلح في حاجه، بالظبط. انا امشي جنب الحيط. تمام. تفتكري انت ادرى مني بقى برياده الاعمال، تفتكري مين في الاثنين دول ممكن يبقى رائد اعمال؟ لا طبعا رائد الاعمال محتاج ثقه في نفسه، لانه هيواجه انتقادات كتير جدا ليه. يعني لا، فكره المشروع ده مش هينفع. طبعا الانسان اللي بيحاول ينجح بيبقى يعني زي بيقول لك ايه، الشجره المثمره بيحدفوها بالطوب، فاكيد هيواجه انتقادات. فهو لو ما عندوش ثقه في نفسه، مع اول حد هيقول له حاجه هيقع. حلوه قوي. اذا لو المخططات دي او الصناديق دي اللي تخص ذاتي هي سلبيه، اذا مش هقدر انجح في حياتي. بالظبط. واللي بيديني المخطط ده سلبي او ايجابي الام والاب. تمام. وحاجات تانية كتير، بس اساسهم الام والاب. ليه اساسهم الام والاب؟ لان المخططات دي بتتبني في الطفوله. بالظبط. تمام. طيب نيجي للنقطه التانية، مخططات تخص الاخرين. طيب لو انا بقى المخططات اللي في ذهني تخص الآخرين عبارة عن إنه الناس وحشة، الناس غدارة، الناس هتأذيني، الناس الواحد يتجنبهم. تمام. الناس ما تعملش معاهم حاجة، ولو ليك مدير اسمع كلامه وامشي وراه وكلام من ده. واحد تاني بيقول لك لأ، الناس فيها الكويس والوحش، الناس هتتصرف زي ما أنا هوجههم، لأن أنا بتصرفاتي بخلق بيئة للناس يتعاملوا فيها معايا. تمام. تفتكري مين في دول اللي ينجح؟ لا طبعا يعني دايما نقول رائد الأعمال بنتائج تصرفاته بيرجعها لنفسه، مش بيعلقها على الآخرين. بالظبط كده. دي من أحد الصفات المهمة جدا. فأنا لو فضلت مش عايزة أخد أي خطوة في شغلي علشان الناس وحشة، أو أشارك أي حد عشان أكبر بشركتي عشان أنا مش ضامنه، عشان الناس كلها وحشة، أنا مش هقدر أتحرك، مش هقدر أكبر. لكن لما أكون أنا مقتنعة إنه نتائج تصرفاتي هي سببها فعلي أنا، فهقدر أتحرك أسرع وأسهل. عايزة يعني أقف عند النقطة اللي أنت قلتيها، نتائج تصرفاتي. الشماعات بقى. أيوة. الشماعات دي لوحدها حتة كده في شخصية الإنسان. اسمها مصدر الضبط. مصدر الضبط ده يا إما يبقى متزن، والمتزن هو ان انت بترجع كل حاجة لأساسها الصحيح. سواء كان لنفسك او للآخرين. يا اما مصدر الضبط داخلي اللي هو بقى بيجلد نفسه. ايوه، انا السبب في كذا، وانا اللي فشلت نفسي، وانا اللي ضعيف عشان كده ما نجحش المشروع، وانا اللي مش بيجلد نفسه. يا اما مصدر الضبط يبقى خارجي، اللي احنا لسه متكلمين عليه، الاخر هو اللي وحش، الاخر هو اللي فشلني. تمام. وبالنسبة برضو للمخططات اللي ليها علاقة بالآخرين، بتأثر قوي في شكل إدارتي كمدير.
يعني اعتقد انه في رياده الاعمال انا بيبقى معايا فريق عمل طبعا. فلو اشتغلت معاهم انهم فريق غير لو اشتغلت معاهم بطريقه ان انا مدير بقى. بالظبط. تمام. يعني فرق بين المدير والقائد. بالظبط رائد كده. الاعمال بيبقى قائد قبل ما يبقى مدير. بالظبط كده. يعني انا استوقفني قصه حصلت شفتها. يعني كان شخص صاحب مشروع وكان بيتعامل مع كل الناس اللي في المشروع بفوقيه شديده جدا وبقسوه. تمام. كان كل شويه الناس تمشي تستقيل لدرجه انه قفل المشروع. بالظبط. يعني شوفي نقطة مع انه كان ناجح مثلا في الحاجات التانية لكن مجرد انه مش عارف تعامله بس مع الاخرين. بالظبط كده. اخر حاجة المخطط اللي ليه علاقة بالاحداث. يعني ايه ليه علاقة بالاحداث؟ يعني رؤيتي للمواقف. هل انا بشوف المواقف من منظور سلبي دايما؟ يعني في مثلا واحد يجي يعمل مشروع والدنيا تتكعبل في النص يقول لك ايه، لا ده انا ممكن اعمل من الفشل ده نجاح. بالظبط. لا انا هقف على رجلي تاني. واحد تاني يقولك لا هي طالما بدأت كده يبقى انا حظي وحش. انا محسود. انا محسود. انا في ناس تانية بتعلق برضو فكرة النجاح والفشل دي. يقولك ايه، ما انا لو كان اهلي عملوا كذا وكذا كنت بقيت كذا. اذا هو بيرجع النجاحات او الفشل للاحداث. بالظبط. ما انتوا لو كنتوا عملتوا لي كذا كان حصل كذا. طب انت فين؟ هل انت لسه صغير ان المخططات دي تتحكم فيك؟ بالظبط. تمام. فالمخططات دي محتاجه ان احنا نتكلم عنها ازاي نكسرها بقى. ايوه بالظبط، هي دي بقى الفكره. يعني احنا دلوقتي حطينا ايدينا على المشكله بالظبط وسببها. يعني انا دلوقتي تالي اي حد شاب هيسمعنا دلوقتي من الكلام ده هيبدا يعرف هي فين المشكله اللي عنده. هل عنده هو خوف زياده، ما بيحبش يخاطر؟ هل هو عنده عدم ثقه في نفسه؟ هل هو عنده عدم امان؟ هل هو مش مسؤول؟ فهو هيبدا يقيم نفسه دلوقتي. بالظبط. وهيبدا يعرف ايه السبب لو ليها سبب في تربيه باباه ومامته. بس تاني يا دكتور احنا عايزين نقول، يعني هو هنا لو قعد لوحده كده وقال والله ده هم بابايا ومامتي اللي ربوني بالطريقه الغلط، لان مثلا ما كانش فيه تكامل بين الاحتياجات اللي انا عايزها، او ما كانش فيه مثلا توازن في التربيه بين عقلي وروحي والجسد والى اخره. هو ممكن يكون شايف ده بطريقه مختلفه. يعني هو دلوقتي لو حدد السبب ممكن ما يكونش ده السبب الحقيقي. احنا قلنا في الاول انه تربيه الاب والام حاجه، الواقع الفاكت الحقيقه، ورؤيته وادراكه ليها حاجه تانية. فدلوقتي هو ازاي يقدر يحدد المشكله، سبب المشكله واقعيا مش برؤيته هو. تمام. هنا بقى في نقطه مهمه. احنا مش هنقدر احنا كافراد تمام نحلل نفسنا ونرجع للماضي، لان احنا مش محللين نفسيين. بالظبط. فبالتالي احنا مش هنعالج المشكله من وجهه نظر هي كانت ايه وانا صغير وعملت ايه. لا انا هاخد عملت ايه بس. ازاي يعني مثلا انا ممكن اقول لنفسي بابا وماما عملوني في قسوه والقسوه دي اثرت عليا فخلتني بخاف من كل حاجه مثلا. لا انا مش هقول الجمله دي. بابا وماما عملوني بازاي دي مش قضيتي دلوقتي. لان انا مش محلل نفسي. انا قضيتي ان انا ما عنديش ثقه دلوقتي. النتيجه الاخيره. بالظبط. هقف عند دي واشتغل على دي. اوكي. ليه؟ لان انا لو فضلت اقول لنفسي ما هو حصل كذا فتسبب في كذا، ده في حد ذاته صندوق اسمه صندوق الماضي. اوكي. يعني هنا بقى الماضي هو الصندوق اللي قافل عليا مكتفني. اوكي. فانا هكسر الصندوق ده بان انا مش هشوف بابا وماما ربوني ازاي. لا انا دلوقتي ايه مشاكلي. هي دي النقطه اللي تهمنا. اوكي. تمام. الصناديق دي كتير. يعني مثلا في صندوق الكمال، انا عايز كل حاجه تطلع 10 من 10. بالظبط. الناس دي عاده بتتعب جدا في حياتها. طبعا. تمام. صندوق الماضي، هم ربوني بالطريقه الفلانيه، هم عملوا كذا، هم عملوا كذا. خلاص اطلع بقى من الصندوق ده وانطلق. تمام. في صندوق العجز، انا ضعيف، انا ما اقدرش، انا في صندوق الخوف اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. تمام. في صناديق كتير. لما نيجي نكسر الصناديق تمام هنبدا نتكلم عن كل صندوق ويتكسر ازاي، عن كل صندوق ونحط خطه. ايوه.
ليا كفرد عادي طبيعي، انا بني ادم عادي مش متخصص، ازاي اقدر اتخلص من الصندوق ده؟ اوكي. وامتى اقول لنفسي لا ده بقى اكبر من قدرتي، انا محتاج حد يساعدني؟ امتى بقى يعني ابقى احتاج بقى حد متخصص يقدر يساعد. بالظبط كده، بالظبط كده. اخر نقطه احب اتكلم فيها مهمه قوي برضو، النضج النفسي. النضج النفسي ده من الحاجات اللي بتخلي الانسان قادر يعيش ويكمل. طيب تمام. ايه هو النضج النفسي؟ النضج النفسي هو ان انا اشعر بثلاث حاجات. اشعر بالكفاءه، ان انا كفء. وهنا كفء مش يعني شاطر، لا، كفء يعني انا استحق ان اعيش هذه الحياه. ودي قيمه كبيره طبعا. يعني في ناس تقول لك انا عايش ليه؟ انا مستحقش اعيش اصلا. انا زي قلتي، انا بعمل ايه يعني؟ بس ده مش يعني اكتئاب ده يعتبر، صح ولا ايه؟ ما هو في شخص بيبقى بقى ده سيستم في حياته. خلاص. يعني هو ماشي في الحياه مش كفء كفايه انه شايف نفسه يستحق الحياه. اوكي، دي ممكن نقول عليها مشكله في الثقه مثلا، لو مش اكتئاب تبقى عدم ثقه، ولا عدم ثقه في انه يستحق انه هو يعيش. شايف انه ضعيف، شايف انه مش كفء، شايف انه وهكذا. أيوة. تمام. تاني حاجه ان الشخص يبقى عنده قدر من الطمأنينة انه ان شاء الله ربنا هيوفقني. يعني في ناس دايما تقول لك ايه، انا حظي وحش، انا اكيد هفشل. تمام. انا ما عملتش حاجه تستحق ان انا انجح عشانها. يعني أيوة. ليه النظره دي؟ الحاجه الثالثه الرضا. القبول بالنتائج والقبول بما لا يمكن تغييره. يعني في حاجات في حياتي انا مش هقدر اغيرها بالظبط، خلاص. وفي حاجات قابله للتغيير، غيرها. القبول هنا مهم قوي. لو انت بقى عندك احساس كافي من جواك انك تستحق الحياه والنجاح، احساس كافي من جواك انك تستحق النجاح. 2 بقى عندك احساس وقدر من الطمأنينة انه ان شاء الله الدنيا ممكن تمشي وتنجح وتبقى كويسة. حسن الظن بالله. تمام. الحاجة الثالثة الرضا بالنتائج. أيوة. تمام. وتغيير ما يمكن تغييره منها، عشان دي مهمة قوي. هيبقى عندك حاجة اسمها السلام الداخلي. السلام الداخلي ده بقى نقطة لو وصلنا لها نبقى عمد. يعني بنبقى عايشين كده طايرين بجناحات. وعلى فكرة السلام الداخلي، العلماء لما عملوا أبحاث اكتشفوا إن الناس اللي عندهم سلام داخلي عندهم سلام خارجي. يعني حتى في علاقاتهم مع الآخرين أوكي مفيش مشاكل، هادين جدا، وعلاقاتهم كلها علاقات صحية وسليمة، مفيش بقى التوكسيك بالظبط كده. ما هو برضو حكاية العلاقات الغير سليمة دي صندوق. أيوة. بيسموه صندوق العلاقات الغير مشبعة. يعني تلاقي كل العلاقات اللي في حياتك ما انتش فاهمها كده. أيوة. لا ليها حدود ولا ليها أبعاد يعني يعني أنا بقول عليها علاقات عاملة زي الجيلي. أيوة يعني بالظبط. دي عايزة حلقة لوحدها. أيوة. والله العظيم مسميها علاقات الجيلي. الجيلي بالظبط. أعتقد إن أنا يعني كده حاولت أوصل يعني بشكل عام صورة لإزاي ممكن الأساليب دي تعمل شخصيات مختلفة. وأتمنى إننا نعمل يعني لا، هي إن شاء الله الحلقة دي هي ليها حلقة يعني بارت 2 بقى، الجزء الثاني. ما ينفعش نقف لغاية هنا. أكيد. يعني إحنا النهاردة قلنا إيه هي طرق التربية وازاي بتأثر على شخصيتنا، وكل واحد دلوقتي من الشباب بتهيألي عارف فين المشكلة عنده أو قدر يحط إيده على المشكلة اللي عنده. طب أحلها إزاي؟ ده لازم، يعني مش هنسود الدنيا كده وخلاص، لازم نوجد حلول للموضوع ده إن شاء الله. فإن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هنبقى إزاي التفكير بقى. يمكن انتي دكتور قلتي لي التفكير خارج الصندوق، بس مش بمعناها اللي احنا عارفينه اللي هو الابتكار والكرياتيفيتي، ولكن ازاي اقدر اكسر الصندوق، او مش هنقول نكسر، يعني ازاي اخلي الصندوق ده على مقاسي. بالظبط. اقيفه على على مقاسي، مش لازم نقول نكسره، ولكن ازاي اخليه على مقاسي. فدي الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضه ممكن لو في امكانيه ان احنا ننزل للولاد زي استماره كده، استبيان، يشوفوا هم الاساليب الوالديه ويقدروا يحطوا ايديهم اكتر على المشاكل اللي بتواجههم، بحيث ان احنا لما نتكلم عن حلول يبقى كل واحد حاطط ايده هو فين مشكلته.
اوكي خلاص، احنا هنحط لينك اللينك الكويستشنير او الاستماره دي مع في الديسكربشن بتاعه الحلقه، بحيث كلكم تخشوا تجاوبوا على الاستبيان ده. والنتيجه بتبقى ايه بقى بالظبط يا دكتور؟ يعني النتيجة إيه؟ هيطلع له هو ايه الصناديق اللي عنده، او أوكي. ايه هي الحاجات اللي اتأثر بيها من المعاملة الوالدية دي. اوكي تمام، عشان يبقى محدد بشكل دقيق ايه المشاكل اللي عنده، بحيث الحلقه الجايه ان شاء الله لما نقول ازاي نقدر نحل ده يبقى هو عارف المشكله اللي محتاج يحلها ان شاء الله. دكتور إيمان شرفتينا، والحقيقة يعني حلقة مفيدة جدا جدا، وأنا متأكدة إنها الشباب هيستفيدوا منها جدا، لأنهم هم كلهم مستنيينها. يعني يمكن هو معروف إن إحنا بنسجل وبعد كده بنذيع الحلقات، فكلهم من النهاردة عمالين يقولوا عايزين حلقة للتربية. ولما قلت إن إحنا هنعمل حلقة للتربية جزئين، مش متخيلة كانوا مبسوطين قد إيه وقاعدين مستنيينها من دلوقتي. أنا سعيدة جدا، وأتمنى كمان إن هم يشاركونا في الحلقة كمان، يعني إن شاء الله. لا الحلقة الجاية بقى دي هتبقى تسجيل قبلها على طول، لأنه هيبقى بناء على لما يملوا الاستمارة ويبدأ نشوف المشاكل ويشاركونا إن شاء الله، هيبقوا معانا في الحلقة الجاية بإذن الله. أنا سعيدة جدا إن أنا كنت مع دكتور آلاء صديقة الطفولة. أيوة. وإن شاء الله تستفيدوا بالحلقة وتعجبكم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. استنونا في الجزء الثاني من حلقة التربية الوالدية وتأثيرها على الشخصية. وكان معكم طلاب كلية الأعمال جامعة اسكندرية، وأنا آلاء جامع. سلام.